السلام عليكم أحبابي. معكم كالعادة وكل يوم بجيلكم قصة جديدة. بس قبل ما أبدأ لازم أقول حاجة مهمة جدا. القصة اللي هقولها النهاردة دي مش للتسلية ولا للضحك، دي قصة حقيقية حصلت في مصر، والنهاية فيها عبرة لينا كلنا. عشان كده لو سمحت اسمع للآخر وبعدين قرر أنت بنفسك مين المسؤول الأكبر. خليني أبدأ. اسمي فايزة وعندي دلوقتي 65 سنة. ما كنتش أتخيل إني حوصل لليوم ده وأحكي القصة دي، بس الضمير ما بيسيبش الواحد في حاله، وأنا ما أقدرش أموت وأنا شايلة السر ده من غير ما أقوله. أنا عارفة إن ناس كتير هتحكم عليا، وناس كتير هتقول حرام عليكي يا فايزة، إزاي عملتي كده؟ بس صدقوني، أنا كنت ست محترمة طول عمري. اتجوزت وأنا عندي 18 سنة، وعشت مع جوزي 30 سنة كاملة، ربيت فيهم 3 ولاد على أحسن ما يكون. جوزي الله يرحمه كان راجل طيب وما كانش بيأثر معايا في حاجة. كنت بشتغل معاه في بيع الخضار في السوق، وكنا عايشين حياة بسيطة بس مستورة الحمد لله. كل يوم كنت بصحى الفجر أعمل له الأكل ونروح مع بعض السوق ونقعد لحد المغرب. كانت حياة متعبة بس كنت مبسوطة. كان عندي هدف، كان عندي معنى، كان عندي حد جنبي. لكن بعد ما جوزي مات كل حاجة اتغيرت. مش بس فقدت الشريك، لأ، فقدت نفسي كمان. ولادي كبروا واتجوزوا وسابوني لوحدي في البيت، ما كانش في حد معايا. كل يوم أصحى ومفيش حد أعمل له شيء، مفيش حد يسألني عاملة إيه يا فايزة، مفيش حد يقولي تصبحي على خير. الصمت ده بيقتل. كنت بقعد في الأوضة الصغيرة دي وأبص للحيطة وأحس إني مش موجودة خالص، إني زي الطيف، زي الظل. كنت ببص على الستات اللي في نفس سني في الشارع، ألاقيهم ماشيين مع جوزهم الجدد، ضحكين سعداء. وكنت بسأل نفسي ليه أنا لوحدي؟ أنا مش إنسانة؟ أنا مليش حق إني أعيش؟ كان الإحساس ده بيكبر جوايا كل يوم، زي الغرقان اللي محتاج هوا، محتاج حاجة يتنفس بيها. وكنت بحس إن روحي ميتة، إني بمشي بس مش عايشة. بعد كده بفترة ابني الكبير أحمد اتخانق مع مراته وقرر ياخد بنته ياسمين ويسيب البيت ويسكن عندي. ياسمين كان عندها 7 سنين وقتها، بنت صغيرة جميلة بريئة تضحك بصوت عالي وتجري في البيت. لما جم يسكنوا عندي حسيت إن البيت رجع له الحياة. أحمد كان بيروح الشغل الصبح ويرجع بالليل، وكنت أنا اللي بعتني بياسمين طول النهار. كنت بوديها المدرسة وأستناها تخلص وأرجع أعمل لها أكل وأقعد معاها تعمل واجبها، وبعدين نتفرج على الكرتون مع بعض قبل ما تنام. كان عندي إحساس إني رجعت أم تاني، إني ليا لازمة، إن حد محتاجني. بس في نفس الوقت الإحساس بالوحدة ما كانش راح. أحمد كان مش موجود طول الوقت، وياسمين كانت طفلة ما كانتش تفهم الكلام الكبير اللي جوايا. كنت لسه عايزة حد كبير، حد يسمعني، حد أحس إني موجودة قدامه كست وكإنسانة، مش بس كأم أو كستات كبيرة. وهنا دخل إبراهيم في حياتي. إبراهيم ده كان صاحب أحمد من زمان، وكانوا بيشتغلوا مع بعض. في الأول كان بيجي البيت عشان يشوف أحمد، يتكلموا في الشغل، يشربوا شاي ويمشي. بس بعدين بقى يجي حتى لو أحمد مش موجود. كان بيجي الصبح بدري يقول لي صباح الخير يا حاجة فايزة، أحمد موجود؟ أقول له لأ، راح الشغل. يقول لي ماشي، ممكن أستنى هنا شوية؟ وكنت أقول له اتفضل أقعد. وكان بيقعد وكنت أعمل له شاي ونبدأ نتكلم. في البداية كان الكلام عادي جدا، عن الجو، عن الأسعار، عن أخبار الحارة. بس شوية شوية الكلام بقى أعمق. كان بيسألني أنت عاملة إيه يا حاجة؟ مش تعبانة من كتر الشغل؟ وكان أول مرة من سنين حد يسألني السؤال ده بإحساس حقيقي. ما كانش بيسأل عشان مجاملة، كان فعلا عايز يعرف. وكنت بلاقي نفسي بحكي له عن حاجات ما كنتش بقولها لحد، عن الوحدة، عن الخوف من الموت لوحدي، عن إحساسي إني مش موجودة. وهو كان بيسمعني وبيهز راسه وبيقول لي أنا فاهمك يا حاجة، أنا عارف إن الحياة صعبة. وما كانش بيحكم عليا ولا بيقول لي اتقي الله ولا اصبري، كان بس بيسمع. ودي كانت أول مرة من سنين أحس إن حد شايفني، إن حد مهتم بيا كإنسانة. والإحساس ده كان أقوى من أي حاجة تانية. بعدها بشوية إبراهيم بقى يجي أكتر، كان بيجي يومياً تقريباً، وكل مرة كان بيقعد أطول.
وكان بيبدأ يساعدني في حاجات صغيرة في البيت. مرة جاني وقال لي: يا حاجة، الأباجورة دي واقعة، تحبي أصلحها لك؟ ومرة قال لي: الحنفية في الحمام بتنقط، ممكن أشوفها؟ ومرة جاب لي ياسمين حلوة من بره وقال لي: دي لبنتك الحلوة. وكل مرة كنت بشكره وأقول له: ربنا يخليك يا إبراهيم، وكنت بحس إني مديونة ليه. والغريبة إن جيران البيت كانوا بيشوفوه وهو داخل وخارج، وكانوا بيسلموا عليه عادي، لأنهم كانوا عارفين إنه صاحب أحمد وإنه بيجي يشوفه أو يساعد في البيت. كان في واحدة ست، مريم، جارتنا اللي ساكنة تحتينا، قابلته مرة على السلم وقالت له: إزيك يا إبراهيم، بتساعد الحاجة فايزة؟ ربنا يبارك لك. وهو رد عليها بابتسامة وقال: ده واجبي يا حاجة. والموضوع عدى عادي، محدش استغرب، لأن الناس كانت شايفاه كصاحب ابنها وكراجل طيب بيساعد ست كبيرة لوحدها. بس أنا جوايا كنت بحس بحاجة مختلفة. ما كانش الموضوع مجرد مساعدة ولا مجاملة، كنت بستنى الوقت اللي هيجي فيه، وكنت بفرح لما أسمع صوته على الباب، وكنت بحس إني رجعت عندي إحساس إني موجودة، إني مهمة، إني مش مجرد ست عجوزة نسيها الزمن. كنت بحس إني رجعت ست تاني، رجعت أنثى، رجعت إنسانة ليها قيمة. ويوم بعد يوم الكلام بقى أكتر، والضحك بقى أكتر، واللمسات الصغيرة بدأت. مرة مسك إيدي وهو بيساعدني أقوم من الكرسي، ومرة حط إيده على كتفي وهو بيقول لي: اطمني يا حاجة، أنا موجود. وكل مرة كنت بحس إن في حاجة جوايا بتولع، حاجة كنت فاكراها ماتت من زمان، بس طلعت لسه موجودة، مستخبية جوايا، مستنية حد يصحيها. وفي يوم وأنا قاعدة معاه لوحدنا في الصالة، وياسمين نايمة في أوضتها، وأحمد متأخر في الشغل، إبراهيم قرب مني وبص في عيني وقال لي: فايزة، أنا بحس إنك ست مميزة، وأنا مبسوط إني بقضي وقتي معاكي. وأنا بكل صراحة حسيت إن قلبي وقف لثانية. محدش قال لي الكلام ده من سنين. وبصيت له ولقيت نفسي مش قادرة أتكلم. وهو كمل وقال: أنا عارف إن الكلام ده ممكن يبقى غلط، بس أنا مش قادر أخبي اللي جوايا. ومن اليوم ده كل حاجة اتغيرت، بقينا نقرب من بعض أكتر، بقينا نمسك إيد بعض، بقينا نبص لبعض بطريقة مختلفة. وفي يوم وإحنا قاعدين على الكنبة ومفيش حد في البيت غيرنا، قربنا من بعض أكتر وأكتر لحد ما حصل اللي حصل. أنا مش هقدر أوصف الإحساس اللي كان جوايا وقتها. كان مزيج من السعادة والخوف والذنب والشعور بالحياة. حسيت إني رجعت أعيش تاني، حسيت إن جسمي اللي كان ميت من سنين رجع يحس تاني، حسيت إني إنسانة عادية ليها حق تحب وتحس. بس في نفس الوقت كان في صوت جوايا بيقول لي: ده حرام يا فايزة، ده غلط، إزاي تعملي كده؟ بس كنت بسكت الصوت ده وأقول لنفسي: أنا عشت 30 سنة في الحرمان، أنا عندي حق أعيش شوية قبل ما أموت. وكنت بقنع نفسي إن اللي بعمله مش جريمة، إني بس بدور على شوية حنان وشوية إحساس بالحياة. والعلاقة دي استمرت شهور. كان إبراهيم بيجيلي كل يوم تقريباً لما أحمد يكون في الشغل، وكنا بنقضي وقت مع بعض، بنتكلم، بنضحك، وبنعمل اللي بنعمله. وكنت بحس إني في جنة، بحس إني عايشة في حلم. بس كل ما الليل يجي وأكون لوحدي في أوضتي كنت بفتكر اللي عملته، وكنت بحس بالذنب بياكلني. كنت بصلي وأبكي وأقول: يا رب سامحني، أنا غلطانة، بس أنا ضعيفة. وفي ليلة من الليالي دي أنا نايمة شفت حلم مرعب. حلمت إني ماشية في الصحراء والرمل حواليا لونه أسود، والسما مظلمة ومفيش نجوم. وفجأة لقيت نفسي واقعة في حفرة عميقة، والحفرة دي مليانة نار، وكنت بصرخ: يا رب نجيني، يا رب سامحني. وفجأة صحيت من النوم وأنا بعرق وقلبي بيدق بسرعة، وبصيت حواليا ولقيت نفسي لوحدي في الأوضة، والظلمة حواليا والصمت مخيف. وفي اللحظة دي حسيت إن ده انذار، حسيت إن ربنا بيقول لي: كفاية يا فايزة، كفاية غلط، ارجعي لنفسك قبل ما يبقى متأخر. وقعدت على السرير وبكيت بكا مرير، وقلت لنفسي: أنا لازم أوقف الموضوع ده، أنا لازم أتوب، أنا لازم أرجع لربنا قبل ما أموت وأنا في الذنب ده. وكنت بفكر إزاي أعمل كده، إزاي أوقف العلاقة دي من غير ما أخسر إبراهيم، من غير ما أرجع تاني للوحدة اللي كانت بتقتلني. وبعد ما فكرت كتير جالي فكرة. قلت لنفسي: ليه ما نتجوزش؟ ليه ما نعملش العلاقة دي حلال؟ أنا أرملة وهو راجل حر، ومفيش مانع. لو اتجوزنا هنبقى على سنة الله ورسوله، ومش هنبقى عاملين حرام.
والفكرة دي خلتني أحس بالأمل، خلتني أحس إني ممكن أصلح الغلط، ممكن أحول الذنب لطاعة. ولما إبراهيم جه في اليوم اللي بعده قعدت معاه وحكيت له عن الحلم، وحكيت له عن الخوف اللي جوايا وعن فكرة الجواز. قلت له إبراهيم، أنا مش قادرة أكمل كده، أنا خايفة من ربنا، أنا خايفة من النار. تعال نتجوز، نعمل العلاقة دي حلال، نعيش مع بعض براحتنا من غير خوف ولا ذنب. وبصيت له بعيون فيها رجا، فيها أمل، فيها خوف. وهو بص لي وسكت شوية، وبعدين اتنهد وقال: فايزة، أنا ما أقدرش. قلت له: إزاي ما أقدرش؟ ليه؟ قال لي: يا فايزة، أنا كنت بجيلك عشان أحس بحاجة جديدة، عشان أقضي وقت حلو، بس الجواز ده موضوع تاني خالص. أنا مش مستعد للمسؤولية دي ومش عايز أرتبط. أنا آسف، بس ده اللي أقدر أقوله. وفي اللحظة دي الدنيا اتقفلت في وشي. حسيت إني كنت بضحك على نفسي، حسيت إني كنت مجرد لعبة في إيده، حسيت إني اتهنت. الغضب والذل والحزن اتخلطوا جوايا. وبصيت له وقلت له: يعني أنت كنت بتستغلني؟ كنت عارف إني محتاجة حد وجيت تلعب بمشاعري؟ هو قال لي: لا يا فايزة، الموضوع مش كده، أنا كنت بحبك فعلا، بس الجواز حاجة تانية. قلت له: طب مدام بتحبني ليه ترفض؟ ليه تسيبني في الذنب ده؟ هو قال لي: أنا مش هتجوزك يا فايزة، وده قراري، ولو مش عاجبك أنا ممكن أمشي ومجيش تاني. وفي اللحظة دي حاجة جوايا انكسرت. الأمل اللي كنت متعلقة بيه، الحلم اللي كنت بحلم بيه، كل ده راح. وبقيت قدامه ومش عارفة أعمل إيه، ومش عارفة أفكر إزاي. وفجأة هو واقف عشان يمشي وقال لي: أنا آسف يا فايزة، بس أنا لازم أمشي. ولما شفته بيمشي ناحية الباب حسيت إني لو سبته يمشي كده هيفضح سري، هيقول للناس، هيضحك عليا، هيخليني أبقى ضحوكة الحارة. وحسيت إني مش هقدر أتحمل ده، مش هقدر أعيش وأنا عارفة إن الناس بتتكلم عليا وبتقول الحاجة فايزة عملت كذا وكذا. وفي لحظة جنون ومن غير ما أفكر لقيت نفسي ماسكة الشاكوش اللي كان موجود على الترابيزة، اللي كان إبراهيم استخدمه من كام يوم عشان يصلح حاجة في البيت. ومشيت وراه وهو واصل للباب وفاتح الباب. ولما بقى ظهره ليا رفعت الشاكوش وضربته في دماغه بكل قوتي. وسمعت صوت مرعب، صوت الضربة وصوت جسمه هو بيقع على الأرض. ووقفت أبص عليه وهو ملقى على الأرض، والدم بينزل من راسه وعينيه مفتوحة بس ما بيتحركش. ووقفت في مكاني ومش قادرة أصدق اللي عملته. قلت لنفسي: أنا عملت إيه؟ أنا قتلت إنسان، أنا بقيت قتلة. وكنت عايزة أصرخ بس ما كنتش قادرة، كنت خايفة حد يسمعني. وبصيت على جسمه ولقيت الدم بيكبر على الأرض، وحسيت إني في كابوس، بس الكابوس ده حقيقي ومفيش منه مفر. وفجأة سمعت صوت ياسمين بتقول: تيتا أنت فين؟ ولفيت ولقيتها واقفة في باب أوضتها لابسة البيجامة بتاعتها وماسكة الدبدوب الصغير بتاعها. وبصت لي وبصت على الأرض وشافت إبراهيم ملقى والدم حواليه، وعينيها اتفتحت من الرعب وصرحت صرخة مكتومة. وأنا جريت عليها وقلت لها: ياسمين حبيبتي تعالي هنا. هي قالت لي: تيتا عم إبراهيم ماله؟ ليه في دم؟ وكانت عينيها مليانة دموع ورعب. وفي اللحظة دي حسيت إن كل حاجة خلصت. لو ياسمين شافت يبقى خلاص السر حينكشف. وفي جنوني قلت لنفسي: لازم أخليها تسكت، لازم محدش يعرف. وجريت على المطبخ وجبت المخدة من على الكنبة ومسكت ياسمين، ودي كانت أصعب لحظة في حياتي كلها. كانت بتصرخ: تيتا أنا خايفة، سيبيني. وأنا كنت ببكي وبقول لها: سامحيني يا حبيبتي، سامحيني. وحطيت المخدة على وشها وفضلت مسكاها لحد ما جسمها بطل يتحرك. ولما سبتها لقيتها ملقية على الأرض ساكتة، عينيها مقفولة، والدبدوب الصغير واقع جنبها. وبصيت لنفسي وبصيت لإيدي وما كنتش قادرة أصدق إني أنا اللي عملت كده. أنا اللي كنت بحب ياسمين زي بنتي، أنا اللي كنت بعتني بيها وبحضنها وبقول لها تيتا بتحبك. أنا اللي قتلتها عشان أخبي جريمتي الأولى. وفي اللحظة دي عرفت إني بقيت وحش، عرفت إني ما بقيتش إنسانة، عرفت إني خلاص مفيش رجوع. وبعد ما عملت كده قعدت على الأرض وبصيت على الجثتين قدامي، إبراهيم وياسمين، وحسيت إن الدنيا خلصت. بس كان في جزء مني لسه بيفكر، جزء بيقول لي: لازم تخبي الموضوع، لازم محدش يعرف. وبدأت أفكر إيه اللي أعمله.
جبت شراشف قديمة ولفيت بيهم الجثتين، وجريت الجثث للأوضة اللي في آخر الشقة، الأوضة اللي محدش بيدخلها، وقفلت الباب عليهم، ورجعت نظفت الدم من على الأرض ونظفت كل حاجة. وبعدين سبت البيت وأنا ماشية في الشارع زي الميتة، مش حاسة بحاجة، مش شايفة حاجة. ومشيت لحد ما وصلت البيت أختي في حي تاني، ودقيت الباب، ولما فتحت لي لقيتني واقفة قدامها ببكي، وقلت لها أنا تعبانة، ممكن أنام عندك؟ وهي قالت لي اتفضلي يا فايزة، انتي منورة. ونمت عندها، وكنت بفكر إن ممكن الموضوع يعدي، ممكن محدش يلاحظ، ممكن أعيش بالسر ده. بس بعد يومين أحمد لما رجع البيت ومحدش رد عليه، كسر الباب ودخل، ولقى الرايحة، ولقى الأوضة مقفولة، وكسر الباب بتاعها، ولقى الجثتين، وطبعا اتصل بالبوليس على طول، وبدأ التحقيق. وأنا كنت لسه في بيت أختي، وكنت بتفرج على الأخبار، ولقيت الخبر طالع: جريمة مروعة، اكتشاف جثتي رجل وطفلة في شقة بالقاهرة. وحسيت إن قلبي وقف. التحقيقات بدأت، والبوليس راح يفتش البيت، ولقوا حاجات كتير ما كنتش أتخيلها. لقوا الكاميرا اللي في السلم، والكاميرا دي صورت إبراهيم وهو داخل الشقة الساعة 12:03 الظهر وما خرجش تاني. ولقوا بصمتي على الشاكوش اللي قتلته بيه، ولقوا كوباية الشاي اللي كان بيشرب منها وعليها بصماتي وبصماتي. ولقوا إيصال من الكشك اللي جنب البيت مكتوب عليه الوقت 9:55 الصبح، والإيصال ده كان لحاجات اشتريتها قبل ما يجي. وكل التفاصيل دي بدأت تتجمع، والصورة بقت واضحة. وبعدين عملوا تقرير الطب الشرعي، ولقوا إن في علامات على جسم إبراهيم بتثبت إنه كان في علاقة جنسية قبل ما يتقتل، وده كان الدليل القاطع. كل حاجة بقت واضحة، كل التفاصيل بدأت تتكلم، والحقيقة ما بقتش ممكن تتخبى. وبعد أسبوع البوليس جه بيت أختي ولقاني وخدوني وحطوني في التحقيق، وقعدت قدام الضابط، وهو قال لي: يا فايزة، إحنا عارفين كل حاجة والأدلة كلها موجودة، الأحسن ليكي إنك تعترفي وتريحي نفسك. وأنا كنت متعبة، كنت تعبت من الكذب، كنت تعبت من الخوف، كنت تعبت من نفسي. وقلت له أنا هقول كل حاجة، واعترفت بكل التفاصيل، من أول لما إبراهيم بدأ يجي البيت، للعلاقة اللي بيننا، للخناقة، للحظة الجنون لما قتلته، ولما قتلت ياسمين عشان تخبي الجريمة. وأنا بحكي كنت ببكي وبقول أنا أسفة، أنا ندمانة، أنا عارفة أني عملت جريمة مش هتتغفر، بس أنا كنت ضعيفة، كنت خايفة. وهو كان بيسمع وبيكتب، ووشه كان جامد، ما كانش فيه أي رحمة. وبعدها بشهور دخلت المحكمة، ووقفت قدام القاضي وقدام الناس وقدام أحمد ابني اللي كان بيبصلي بعيون مليانة حزن وغضب واحتقار. وسمعت الحكم، الإعدام. وفي اللحظة دي ما كنتش حاسة بحاجة، كنت عارفة إن ده اللي أستحقه، كنت عارفة إني خلاص مفيش أمل. ودلوقتي أنا قاعدة في السجن مستنية يوم التنفيذ، وكل يوم بفتكر ياسمين، بفتكر براءتها، بفتكر صوتها وهي بتقولي تيتا بحبك، وبفتكر إبراهيم، وبفتكر إني كنت فاكراه الحل لوحدتي، بس طلع هو السبب في دماري. وبفتكر نفسي وبقول إزاي وصلت للحتة دي؟ إزاي من ست محترمة عاشت 65 سنة في الحلال بقيت قاتلة؟ والإجابة إني ضعفت، إني سبت نفسي للوحدة تاكلني، للاحتياج يعميعيني، واللحظة واحدة من الضعف تدمر حياتي كلها. وبقول لكل حد بيسمع لي دلوقتي، لو أنت حاسس بالوحدة، لو أنت محتاج حد، لو أنت تعبان، ما تسيبش نفسك تضعف، اتكلم مع حد، اطلب مساعدة، صلي، قرب من ربنا، بس ما تعملش اللي أنا عملته، لأن لحظة واحدة من الضعف ممكن تضيع عمر كامل، وتاخد أرواح بريئة، وتخليك تعيش في ندم لحد آخر يوم في حياتك. ودلوقتي أنا عايزة أسمع رأيكم، مين فيكم يقدر يقول إنه كان هيعمل حاجة مختلفة لو كان في موقفي؟ هل أنا المسؤولة الوحيدة، ولا في ناس تانية كان عليهم مسؤولية؟ إبراهيم اللي استغل ضعفي، ولا المجتمع اللي ساب الستات الأرامل يعيشوا في وحدة ويموتوا في صمت؟ ولا أنا بس اللي غلطت؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، لأن أنا فعلا عايزة أعرف. ويا ريت تشاركوا الفيديو ده مع أي حد تعرفوه ممكن يكون محتاج يسمع القصة دي. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل القصص الجديدة. وشكرا إنكم سمعتوني.